السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده في موقف غريب حصل كده معايا. ومن وجهة نظري كان رد الفعل اللي حصل في الموقف ده كان غريب شويه. والموقف ده اثار عندي تساؤل، هو احنا ليه بقينا شادين على بعض شويه كده ومحدش مستحمل للتاني كلمه، واي حاجه بسيطه ممكن تنرفز اي شخص ويحصل خلاف او يحصل حاجه. واصلا ممكن الموقف كله لا يستدعي ان يتطور للعصبيه دي كلها. وبصراحه قلت اشارك معاكم الموقف ده عشان لو حد عنده راي معين ليه احنا وصلنا لكده، لان احنا في الاخر بنتناقش عشان حابين نوصل من خلال حواديت الشارع ان احنا ازاي نخلي مجتمعنا احسن بحاجات بسيطه احنا نقدر نعملها، وان احنا نشيرها بينا وبين بعض. بس قبل ما احكي لك الموقف مش هوصيك تعمل لايك وتعمل شير للفيديو في كل مكان وتعمل سبسكرايب للقناه عشان التفاعل يساعد في انتشار الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصراحه انا كنت النهارده ماشي في مكان ما يعني كده، وماشي على رجلي، وكان في اتنين شباب ماشيين تقريبا خارجين من امتحان او حاجه زي كده. وفي واحد راجل كبير محترم معدي بعربيه كده بسيطه ماشي، فالدنيا زحمه شويه. فالراجل حب ان هو عمل كلاكس صغير بحيث ان هو اللي قدامه يوسع فيعدي، يعني ما كانش موقف، ما كانش فيه اي حاجه. بعد ما الراجل عمل الكلاكس والشباب كده عدوه. بعد ما عديت جنبهم لقيت واحد من الشباب دول بيقول عدي، هو انتوا عشان ركبتوا مع العربيات، عشان ركبتوا عربيات بقيتوا اعلى من البشر. بصراحه انا سمعت الكلمه دي والكلمه دي استوقفتني لانها كلمه كبيره قوي. يعني مجرد ان واحد عمل كلاكس واحد على فكره، قال له انت ازاي عملت كلاكس؟ انت كده ركبت عربيه فانت كده اعلى من البشر. على فكره انا مش بلوم عليه اللي هو قاله ولا بنقد النقد اللي هو قاله، بس انا استغربت. يعني الكلمه دي كلمه كبيره قوي. ايه الدافع اللي كان جواك او ايه اللي كان مشاعرك ساعتها خلاك تقول حاجه زي كده؟ وحقيقه الراجل التاني اصلا ما سمعوش، هو عدى طريقه وكمل وما رخمش عليه في حاجه يعني. بس الموقف ده استوقفني لان انا حسيت قد ايه احنا بقت اعصابنا مشدوده، قد ايه الناس ما عادتش صابره على بعض. قوه التحمل بتاعتنا، وان ازاي كل واحد يستحمل اخوه او يستحمل جاره او يستحمل زميله اللي في الشارع او حتى يستحمل حد معدي جنبه. وخصوصا الحاجات دي كلها هتقابلوا منها مواقف موجوده لو انت ماشي في الشارع او راكب عربيه او راكب توك توك او حتى ماشي على رجليك. فنفسي اعرف ليه، ايه السبب اللي يخلي حد يتنرفز للدرجه دي ويقول الكلمه الكبيره دي قوي؟ هو اصلا ما هوش عارف ان هو ماشي في الطريق ده ممكن واحد اصلا راكب توك توك مثلا شايل قلب التوك توك وحاطط سرينه قطر ومعطيله سرينه مطلعه قعده فوق العمود النور. حقيقي ده بيحصل. طب هو اصلا ليه؟ ورسول الله عليه الصلاه والسلام قال يعني المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالمفروض ان احنا ناخد الامور بشويه رويه وهدوء شويه. وفي الاخر الدنيا على فكره كده كده معديه، الدنيا هتمشي سواء اللي كان حاجه مضايقاك او مفيش حاجه مضايقاك، ايا كان الموقف كده كده كل حاجه بتعدي وتبقى في طي النسيان. فاحنا اصلا نقف على حاجه، مفيش حاجه مستاهله. مهما اتعصبنا ومهما تنرفزنا الصراحة الأمور يعني هتبقى ماشية في نطاقها عادي، الدنيا كده كده هتمشي وهتستمر. فبصراحة أنا مش عارف إيه سبب الموقف ده. لو حد فيكم ليه رأي في الموقف ده إيه سببه أو إحنا ممكن نعمل مع بعض إيه، يشير لي في الكومنتات ويقول لي. بس أهم حاجة بجد إحنا المفروض يعني نبقى أكثر حلما شوية من كده ونحاول نستحمل بعض، لأن إحنا في الآخر اللي هنشد إيدنا بإيد بعض ونساعد بعض. مستني آرائكم في الكومنتات، مش هتنسى اللايك والسبسكرايب للقناة وقول له رأيك. مستنيك. السلام عليكم.